السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في مطبخ احلام. الفيديو تاع اليوم هي هذه التشكيله الرائعه من المملحات بالعجينه المورقه وبحشوه رائعه. نتمنى تجربوهم حتى تشوفوا يجوا مقرمشين كما راكم تشوفوا مورقين. اذا كنتم اول مره تزوروا القناه ادعوكم للاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكل المتتبعات الوفيات للقناه ومرحبا بكم. ما تنسوش تدعموني بجيم وتعليق، هذا الشيء شجعني حتى نواصل. نتمنى تبارطاجيو الفيديو. والآن رايحين نبداو مباشرة في طريقة التحضير والمقادير. نبداو في طريقة التحضير. بسم الله. عندي هنا كمية من البصل المقطع قطعته إلى مربعات صغيرة، وعندي كمية من أطراف الدجاج صدر الدجاج، وكمية من الفلفل أسود، شوية فلفل أحمر، شوية ملح، و3 ملاعق من زيت. نخلو هذه المكونات يتقلوا جيدا. والآن بعد ما تقلوا ضفت حبة طماطم اللي قطعتها إلى مربعات صغيرة، وضفت نصف ملعقة من الطماطم المصبرة. الآن راح نخلي هذا الحشو يطيب جيدا. والآن بعد ما طاب الحشو راح نبدأ نحضر في المملحات. عندي راح نحط لكم رابط العجين المورقة في صندوق الوصف وفي التعليقات. يعني هذه العجينة حضرتها يوم قبل وكانت يعني في الثلاجة، من الأفضل تخلوها ترتاح في الثلاجة. والآن راح نبدأ نفتح العجين المورقة باستعمال الفرينة. نفتحها في سمك حوالي 5 مليمتر. هكذا كما راكم تشوفوا. يعني صورت لكم كامل المراحل. والآن راح نشد هذا الطابع، راح نشكل دوائر، راح نشكل التشكيلة الأولى اللي هي لي فولوفون كما راكم تشوفوا. هكذا كما راكم تشوفوا. بعد ما شكلتهم راح نشد يعني هذه الزوائد بحذر حتى نعاود نستخدمهم مرة أخرى. يعني ما لازمش نخسروا لهم التوريق تاع العجين المورقة. كما راكم تشوفوا نحطهم بالشكل هذا حتى نعاود نستعملهم بعد ما ترتاح العجين، يعني ما لازمش نضيعه. وهذا نحطه بجهه راح نستخدمه ايضا. وراح راح نجيب غطاء تاع قارورة يعني ندير هكذا في الوسط. هكذا كما راكم تشوفوا. وهنا يكون شعلت الفرن حتى يسخن. يعني دائما المملحات بالعجين المورقة لازم يكون الفرن ساخن جدا. والآن رايحة نحط صفار بيض، يعني هو اللي يمنع تفتح حتى تلصق الطبقتين مع بعض. نحطو صفار بيض بالشكل هذا ونحطو هكذا فوقها، ونحطهم في صينية اللي كنت رشيتها بالفرينة. والآن بالعجينة اللي كنت خليتها ترتاح راح نفتحها باستعمال الفرينة. يعني راح تجيكم ورقة، المهم ما تخسرولهاش التوريق. انا راح نشكلهم في شكل ميني بيتزا. راح نحط الحشو في الوسط ونحطهم هكذا يطيبوا. والآن راح نشكل يعني عبارة عن فطائر بالعجين المورقة.
يعني تشكيلة رائعة، يجوا مورقين ومقرمشين. راح نحط الحشو في الوسط. دائما العجين المورقة نحطوها هكذا حتى ما تفسدلناش التوريق. راح نحط الحشو كمية من الحشو. هنايا نايمة الجبن المبشور، ثم تقدروا تضيفوا الجبن كمية من الجبن المبشور او الجبن العادي كما حبيتوا. راح نحط في الاطراف كمية من صفار البيض، ونغلقها يعني باحكام حتى ما تفتحش في الفرن. هكذا كما راكم تشوفوا. نزيد يعني نحط لها من فوق صفار البيض، يعني كامل رايحه نحط لهم من فوق صفار البيض حتى يتحمر. انا ضفت حبه زيتون يعني اختياري كما حبيتوا، نضغط عليها يعني تخرج في شكل كوكا. هكذا هما يعني الفطائر التشكيله من العجين المورقه اللي حضرتهم، يعني عباره عن ميني بيتزا وكوكا. والحشو دائما يبقى اختياري. انا هنايا الفرن كما قلت لكم كنت شعلته حتى يسخن. رايحه نحطهم في وسط الفرن في درجه حراره 180، يعني كنت شعلت الفرن في درجه حراره 200، كي حطيتهم نقصت الفرن في درجه 180. ها هما بعد ما طابوا كما راكم تشوفوا النتيجه، يجوا مقرمشين ومورقين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. هنايا بعد ما طابوا لي فولوفون حطيت من الفوق كميه من الحشو. والان اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم بارطاجيو الفيديو، ديروا لي جيم، والى اللقاء.